بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بألف خير وصحة وعافية وأحوال طيبة بإذن الله. فيديو ديال اليوم أو وصفة اليوم كما تتشوفوا هو كيش بالدجاج، تيجيو رائعين وخفافين، وغادي نشارك معكم جميع أسرار النجاح ديالو بواحد الحشوة يا سلام، وكيفاش نحصلوا على عجينة مقرمشة وخا مطيبة مع الحشو في نفس الوقت. تنتمنى تجربوه اخواتي وبالصحه والراحه. ولا عجبكم لا فيديو خليوا لي واحد تعليق محفز ولايك لا فيديو كذلك فضلا وليس امرا. واللي زار القناه ديالي اول مره ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد في القناه. ودابا على بركه الله غادي ندوزوا للمقادير وطريقه التحضير. بسم الله وعلى بركة الله. بالنسبة للمقادير غادي نحتاج ربع كأس من زيت المائدة، غادي نحتاج 3 ملاعق كبار من الماء البارد، الماء ديال الصنبور، غادي نحتاج الزبدة 3 ديال الملاعق كبار ديال الزبدة يكونوا عامرين أو ما يعادل 150 غرام ديال الزبدة. غادي نحتاج ملعقة كبيرة ديال النشا، نصف ملعقة صغيرة من الملح، نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل، نصف ملعقة صغيرة من بودرة الثوم، كذلك ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر باش يعطيني مذاق ولون كذلك لهاد لي فون دو كيش. وغادي نحتاجو ملعقة صغيرة من الخميرة الخاصة بالحلويات مع ملعقة صغيرة من السكر، بيضة. وبالنسبة للدقيق البنات 2 ديال الكؤوس ونصف ديال الدقيق الفورس الأبيض النوعية جيدة الخاص بالحلويات. الكأس الوزن ديالو 110 غرام، كأس ديال العنبة أو الشاي المغربي. هانتوما البنات غادي ناخد واحد لو بول ولا قصيعه ولا اللي عندك متوفر ولا بانيو، غادي نعبر داك الزبده قدامكم. هانتوما البنات تقريبا 50 غرام في ملعقه عامره ديال الزبده. غادي نضيف عليها داك النصف ملعقه صغيره من الملح، كذلك ملعقه صغيره من السكر حبيبات. وغادي نخدم داك الزبده مع داك المقادير اللي عندي. غادي نستعمل اليد ديالي البنات لان ضروري باش يتجانسوا جميع المقادير مع بعضياتهم. وغادي نضيف عليهم كذلك داك البيضه، وغادي نضيف عليهم داك ربع كأس من زيت المائدة بالإضافة إلى 3 ملاعق كبار من الماء. وغادي نضيف جميع المقادير اللي عندي ما عدا الدقيق هو اللي غادي نضيفه في التالي. ومن بعد ما تجانسوا جميع المقادير اللي عندي غادي نبدا نضيف الدقيق. بطبيعه الحال الدقيق راه ضروري يكون مغربل. بالنسبه للكميه ديال الدقيق انتم شو 2 ديال الكؤوس ونصف ديال الدقيق، بطبيعه الحال على حسب النوعيه ديال الدقيق كي داير عندكم، على حساب البيض كي داير، كذلك الزبده كي دايره. هانتوما شوفوا القوام ديال العجين كي خصو يكون عجين رطب ما تلتصقش نهائيا في اليد، ما يكونش قاصح بزاف، ما يكونش العجينه مرخوفه البنات. هانتوما شفتوا كي دايره. دابا غادي نوضعها جانبا وغادي نبدا نلبس القوالب ديالي. بطبيعه الحال غادي نشكل الكويرات. انا دائما هاد الطريقه تنديرها تجيني ساهله في لي فون دو كيش ولا ديال لي فون دو طارت، تيجيوني زعما في الحقيقه ساهله وعمليه. غادي نشكل الكويرات وغادي نوزنهم تقريبا 50 غرام في كل كره. بالنسبه للقوالب البنات هادو راهم كبيبرين، القطر ديالهم 7 ديال السنتيمتر والارتفاع ديالهم 3 ديال السنتيمتر، راهم كبيبرين. لا درتوهم صغارين غادي بطبيعه الحال غادي يعطيوكم كميات اكثر. انتم شفتوا الطريقه ديال التلباس راها ساهله البنات. تضغطوا على الجوانب وتحاولوا تطلعوهم شويه للفوق وتقرصوا الجوانب باش ما تنزلكمش نهائيا وما غاديش تنزل. اذا تبعتوا الطريقه راه غادي تنجح معكم 100%. وغادي بطبيعه الحال غادي نشكل ثقوب في الوسط من بعد ما شكلت ولبست هاد العجين لهاد القوالب اللي عندي كاع كاملين. وغادي نشكل ثقوب في الوسط وغادي ندخل هاد القوالب للمجمد بمجرد انني نوجد الحشوه ديالي. غادي ناخذ واحد المقله غادي نوضعها من فوق النار، غادي نوضع عليها بصله كبيره تكون مشلضه او مقطعه قطع صغيره. غادي نضيف عليها القليل من زيت المائده. هي يستحسن البنات نضيفوا ملعقه كبيره ديال الزبده النوعيه جيده. البنات شكون تطرالو انا عييت من نقلب في الثلاجه وهي حدايا الزبده ما لقيتهاش، لهذا استعملت زيت المائده. غادي نضيف عليها القليل من الملح حتى تطيب داك البصله تماما. وغادي نضيف عليها 200 غرام ديال الكفته ديال الديك الرومي
او الدجاج اللي عندك متوفر. غادي نضيف عليها تقريبا نصف ملعقه صغيره من الابزار مع ملعقه صغيره تكون عامره ديال سكينجبير، بالاضافه الى نصف كاس ديال الماء ونخليها طيب. علاش ضفت البنات الماء؟ باش داك الكفته طيب محلوله، ما طيبش مجموعه. وها الحشو ديالنا طاب تماما، غادي نوضعو جانبا ونخليه يبرد وندوزو نعمرو لي فوندو كيش ديالنا. بالنسبه للمقادير ديال لاباغاي اكيش، مقادير واضحين بساطين ساهلين. غادي نحتاجو فيهم 3 ديال البيضات يكون الحجم ديالهم متوسط، غادي نحتاجو واحد الملعقه كبيره ونصف ديال النشا، ملعقه صغيره تكون عامره ديال الخميره الخاصه بالحلويات، 2 ديال القطع ديال الجبن مستعمله هذه النوعيه، كاس ديال الحليب، كاس ديال العنبه او الشاي المغربي. غادي نحتاجو كذلك علبه ديال ياغورت طبيعي الوزن ديالها 110 غرام. غادي ناخذ واحد لو بول، غادي نوضع فيها داك 3 ديال البيضات. غادي نوضع البنات جميع المقادير، غادي نوضع داك البيض، غادي نضيف عليه داك الملعقه كبيره ديال النشا. تقولوا لي البنات الدور ديال النشا شنو هو؟ عندها دور كبير لهاد لي كيش، تتمتص جميع السوائل اللي تيكونوا في داك الحشو وتتجي ناشفه البنات وتيجي المذاق ديالها مميز. دابا غادي نضيفوا جميع المقادير، وغادي ناخذ واحد البراميكسور او خلاط كهربائي او غير بالفوي عادي ديال اليد. غادي نخدم هاد المقادير جيدا حتى يتجانسوا مع بعضياتهم. ومن بعد ما خلطت جميع المقادير غادي ناخذ القليل من المعدنوس اللي فارمه البنات، وغادي نضيف كذلك الحشو ديالي من بعد ما بردت تماما. تقدروا تضيفوا زيتون مقطع الفطر، لكم الاختيار. وغادي نجبد لي فوندو كيش ديالي من المجمد وغادي نبداو نعمروهم. بطبيعه الحال غادي نحتاج اي نوعيه الجبن متوفر عندك تكوني حكاه، انا مستعمله فقط جبن موزاريلا، اللي عندكم ايدام او اي نوعيه الجبن تخلطوهم تيجيو احسن. دابا غادي نبدا نعمرهم البنات. شوفوا تنعمرهم البنات، ما تنخليش نهائيا الفراغ لانه واخا تيتنفخوا راه ما تيفيضوا ما حتى شي حاجه. وغادي ندخلهم البنات للفرن اللي ديجا مشعول، تيكون البنات الفرن عفوا ساخن جدا. غادي ندخلهم نقص لدرجه الحراره الى 180 درجه حراره، تكون النار من التحت ومن الاسفل، تقريبا مده 25 دقيقه هما داخل الفرن. وها انتم شوفوا من بعد ما خرجتهم ما شاء الله البنات تيجيو روعه، منفوخين ما تيهبطوا ما حتى شي حاجه. انتم شوفوا كي تيجيو. ودابا غادي نحيدهم من القوالب بكل سهوله، ما تيلصقوا ما حتى حاجه لان فيهم كميه ديال الزبده مهمه. ودابا من بعد ما بردوا لي كيش ديالنا غادي نحيدهم بكل سهوله من القوالب. شوفوا ما شاء الله البنات ما تيهبطوا ما حتى شي حاجه، تيبقاو محافظين على الشكل ديالهم. بالنسبه للتزيين دابا غادي ندوزو نزينوهم. بالنسبه للتزيين مساله اختياريه بداك الشيء اللي متوفر عندك في المنزل ديالك سيداتي. انا خديت الجبن الخاص بالساندويتش من بعد ما قطعته على شكل وريضات بهذه الطريقه، ووضعت في الوسط ديالو هاد الطوماط سوريز. تقدروا تزينوه بالزيتون اسود، تقدروا توضعوا عليه كذلك الجبن المبشور مع القليل من المعدنوس او حبيبات ديال الخشخاش، لكم الاختيار. وهذا هو التقديم النهائي ديال لي كيش. شوف البنات كي تيجيو فعلا يستحقون التجربه. جبت لكم الريحه ديال رمضان بما انه ما بقالوش بزاف، الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه والعافيه. سجلوا هذه الوصفه راه غادي تحتاجوها، وتنتمنى تشجعوني باللايك البنات لان اللايك هو اللي تيشجعني. والى اللقاء في فيديو قادم.